الأهرامات أعظم رموز الحضارة المصرية، ما زالت تثير التساؤلات حتى اليوم. هل تعلم أن أكبر هرم خوفو، يحتوي على حوالي 2,300,000 كتلة حجرية يزن بعضها أكثر من 15 طناً؟ بناء هذا الصرح الضخم استغرق حوالي 20 عاماً وفق التقديرات، مما يعني وضع حجر كل دقيقتين ونصف. التقنيات المستخدمة لا تزال محل جدل. يعتقد أن المصريين استخدموا المنحدرات، سواء مستقيمة أو لولبية، لنقل الأحجار الثقيلة. بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أنهم قد يكونون استخدموا الماء لتقليل الاحتكاك في أثناء جر الكتل. لكن ماذا عن الدقة الهندسية؟ تشير القياسات إلى أن الزوايا دقيقة للغاية، وتتوافق محاور الأهرامات مع الاتجاهات الأربعة الأساسية بدقة مذهلة. فكيف فعلوا ذلك بدون أدوات حديثة؟ ربما تكون الأهرامات أكثر من مجرد مقابر للملوك. هل هي دليل على معرفة مفقودة، أم أنها شهادة على عبقرية البشر في مواجهة المستحيل؟ شاركونا آراءكم.